لا تكاد تسدل الستارة على مشكلة المواصلات ومحطة المركبات المركزية في الخليل حتى تطفو على السطح من جديد. هذه المرة إضراب شل حركة المواصلات بين المدينة وقراها بقرار من النقابة العامة لعمال النقل في يطا ولجان الخطوط. احنا مطالباتنا ان نكون اسوة بباقي مجمعات الوطن، وانا معاي كشوفات بهذا الشيء، معاي وصولات من مجمع بلدية نابلس، قلقيلية، طول كرم، من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، معاي وصولات من مدينة الظاهرية، دورة، كل هاي بيحاسبوهم على 100 شيكل، 130 شيكل، 80 شيكل، 150 شيكل على هو الخط. اللي صار اليوم هو غير مقبول، وهو قرار برأيي خاطئ وغير قانوني من قبل السائقين بما يسمى من لجان الخطوط. أما من يتحمل مسؤولية هذا الموضوع فهم السائقين أنفسهم ومن قام على عمل الإضراب. وجاء الإضراب في أعقاب خلافات داخلية نشبت بين نقابة عمال النقل في يطا ونقابة السائقين بعد أن أبرمت الأخيرة اتفاقا مع بلدية الخليل يقضي بتقليص الرسوم المدفوعة للمحطة من 400 شيكل إلى 250 شيكل. لسنا بحاجة للمزاودة من قبل أي مجموعة أو سائقين أو إنسان. الاتفاق الذي جرى وبعد ضغوط من خلال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ممثل بالأخ شهر سعد، ورئيس اتحاد نقابات عمال محافظة الخليل الحاج سمور النتشة، استعملنا هؤلاء النقابيين كوسيلة ضغط على بلدية الخليل حتى توصلنا إلى 250 شيكل فقط لا غير. فوجئنا بهذا الاتفاق زينا زي أي مواطن كان في الشارع، وعلى هذا الأساس احنا قدمنا لأبو العبد إنه يفاوض على مبلغ معين. هو راح من وراء ظهورنا واتفق على مبلغ 250 شيكل، وبعد 3 شهور على 250 شيكل وشيكل على كل نقلي. هذا يتنافى مع المطالب لكل سائقي الموجودين داخل محطة الخليل المركزية. وفيما انقسم السائقون بين مؤيد ومعارض للاتفاق ووحدوية التمثيل، أبدى المواطنون امتعاضهم من الإضراب بعد أن تعطلت أعمالهم ومصالحهم. 90% من سائقينا مضربين وجميع الخطوط، وإحنا مع الاتفاق. شو بتسووا اللجان؟ على 100 شيكل، على 250، على 400 شيكل، إحنا معهم. لا مش مضرب. ليش أضرب يعني؟ لمين أضرب؟ والله احنا مزعوجين جدا جدا يعني بسبب هذا الاضراب. والله انا بالنسبه لي يعني معارض، يعني حتى مهما كان انا عندي النظام اهم من كل شيء، سواء هم عليهم دفعات ما عليهم دفعات، انا اهم شيء اني البي غرض طبعا. وتجاوزت نسبة الالتزام في الإضراب بين سائقي خطوط قرى الخليل 80%، لتبقى المشكلة تراوح مكانها تبحث عن حل مرض لجميع الأطراف. رغم الاتفاق الذي أبرم بين نقابة السائقين وإدارة المحطة المركزية، يمضي السائقون قدما في الإضراب الذي شل حركة المواصلات، مصرين على تحقيق مطالبهم التي يقولون إنها عادلة. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، من أمام المحطة المركزية في مدينة الخليل.